السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محبين ومتابعين الأوفياء، تحية كبيرة لكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله، وكنتمنى أن ينال الإعجاب ديالكم. الخطوات في هذا الفيديو هذا غتسمعوا مدام البقالي والمحامي أشنو قالوا على بوكريشة. القضية في الطاقية خوتي الأعزاز، فكملوا الفيديو من الأول حتى الأخير. بوكريشة قلب على جوا منجل خوتي الأعزاز، فكنتمنى تعطيونا لايك، بارطاج، كومنتات، تحفزونا فيديوهات أخرين، وغادي نخليكم تسمعوا الفيديو التصريح ديال مدام البقالي والمحامي. فتحية كبيرة لكم، يلا مشينا على بركة الله. العديد من المغاربه كيتسناو الخروج ديال مدام البقالي، خاصه في واحد موضوع ديال اليوتيوبرز بوكريشه. فاليوم جينا وجبنا لكم العامر معايا الاستاذ رشيد غاني، الغني عن التعريف بطبيعه الحال، وكذلك الاستاذه سميره البقالي اللي كتمثل جمعيه مفتاح وحلول. بوكريشه شفناه مؤخرا استاذ رشيد كيخرج كيستفز المغاربه، وكيستفز بالخصوص الجمعيه، خاصه من بعد ما حطات الجمعيه واحد الشكايه واللي بطبيعه الحال كنا حاضرين معاك فيها استاذ رشيد بمدينه فاس، اللي كانت في شهر 5 كنا حطينا الشكايه اللي خلى المغاربه كاملين يتساءلون ما مآل هذيك الشكايه. واش هذا السيد ما غيوقفش عند حده؟ واش هذا السيد الفعل الجرمي ديالو اللي كيتزاب نهار على نهار؟ واش هذا السيد اللي خدام بولادو اللي هما قاصرين ما غاديش يوقف عند حده؟ واش الاستفزازات ديالو ما غتوقفش؟ فين وصلت هذيك الشكايه؟ هذا هو السؤال ديال المغاربه كلهم. فين وصلت الشكايه اللي تحطات بوكريشه في شهر 5، خاصه بعد الاستفزاز ديالو للجمعيه؟ شكرا الاخ عبد الكبير، مرحبا بكم، مرحبا بمشاهدي قناه صوت العداله. سؤالكم وجيه وجاء في الوقت المناسب مباشره من بعد هذوك الاستفزازات. حول الشكايه، بالنسبه لنا حنا كنعملوا في واحد النظام قانوني، جمعيه عندها نظام اساسي ديالها قانوني. تقدمنا بالشكايه امام السيد الوكيل العام باستئنافيه فاس، وكنتوا حاضرين، حضرتوا معنا الاخ عبد الكبير، اللي كانت بتاريخ 26 ماي 2025. 26 ماي 2025 بعد اسبوع مباشره بعد الدراسه ديالها امام السيد الوكيل العام، يعني بتاريخ 2/6 كتحال للاختصاص يعني من عند السيد الوكيل العام تحالت للسيد وكيل الملك بابتدائيه فاس. بالنسبه لنا حنا كنتأسفوا لاننا كننتظروا التفاعل، بمعنى بان درنا الشكايه. بالنسبه لنا حنا عندها رقم، يعني راه كاين واحد غنسميوه حنا بان كاين واحد الروح، مادام عندها رقم كنتسناو بان اشنو غتنتج لينا. حنا تقريبا يعني من 2/6/2025، يعني كنتكلموا على قبل الصيف ديال 25. وبالنسبه لنا حنا عندنا رقم، عندنا تاريخ، عندنا توجيه بان مشات عند السيد وكيل الملك بابتدائيه فاس. لحد الساعه ما كاينش تفعيل، خاصه يعني ما كاينش واحد الاستدعاء ولا اتصال بنا كطرف مشتكي باش نقدموا تصريحات بخصوص هذوك الصور، لاننا عندنا صور، عندنا فيديوهات واللي كتمس واحد الفئه ديال الاطفال اللي معنيين بها. هذا هو الاساس، هذا هو الموضوع الكبير ديالنا حنا، هو اللي حرككم فقط هو الاول والاخير، ماشي امور اخرى ما غاداش تحركنا. بالنسبه لنا حنا عندنا واحد النقطه محدده، ملي كتشوف يعني كنهضروا على اطفال ديال شهر ولا ديال شهرين عاريين تماما، كتشوف بان اطفال يعني كيستحموا عاريين، كتشوف واحد الصور اللي كتخدش الحياء العام، كتخدش الكيان ديالنا كمجتمع مغربي، ما كتلائمش مع القيم ديال المجتمع، ما كتلائمش مع الالتزامات ديال بلادنا تجاه الهيئات الامميه. كاينين التزامات، كاينين مؤسسات. بالنسبه لنا حنا طال الوقت
على هذا اخر اجراء اللي كان بجوج سا اللي من اجل الاختصاص باش تمشي الاستماع لنا. بالنسبه لنا حنا غادي نسلكوا المساطر القانونيه سواء لدى السيد الوكيل العام او لدى السيد رئيس النيابه العامه السيد الوكيل العام بالرباط. غادي نديروا جميع المساطر ديالنا لاننا ما غاديش نوقفوا، لاننا حنا عندنا شكايه، عندنا مرفقات ديالها، عندنا السند، عندنا الاسباب الواقعيه موضوعيه قانونيه علاش اسسنا هذه الشكايه، عندنا رقم ديال الملف. بالنسبه لنا حنا كنتسناو المسار ديال هذا الملف. استاذ رشيد، فيما يخص هذه الشكايه تحطت شكايه اخرى في نفس اليوم بمدينه الدار او بعد يومين بمدينه الدار البيضاء، فين وصلت حتى هي؟ فعلا بالنسبه فيما يتعلق بالشكايه اللي تم الايداع ديالها امام السيد الوكيل العام مشكور بالدار البيضاء، كان تفاعل تلقائي وجدي مع الشكايه، بدليل بانه تم الاستماع للممثل القانوني للجمعيه دلا بالتصريحات ديالو على ضوء بالنسبه للتصريحات والمعطيات اللي تفرغات في محضر ناقض بمدينه الدار البيضاء تحت اشراف السيد الوكيل العام. تمت احاله الملف هو الاخر لمدينه فاس من اجل الاختصاص للاستماع للمشتكى بهم. فين وصل؟ بالنسبه لنا حنا تا هذاك مازال بالنسبه عندنا في علامه استفهام. اذا عندنا جوج ملفات حنا مفتوحين امام النيابه العامه بمدينه فاس في انتظار. كنتمناو بان يكون واحد التفاعل، لاننا حنا ما عندناش واحد المصلحه شخصيه في هذه الشكايات، وانما كاينه مصلحه عامه ديال الاطفال. يعني وهذا هو هذا الشيء علاش تنشأت الجمعيه من بين الاسس ديالها، هو هذا المجال ديال الاطفال، حمايه الاطفال والمراه من الاستغلال، من التسول بهم بصفه عامه. يعني عندنا واحد النقط اللي كتخول لينا حنا النظام الاساسي ديالنا كجمعيه وبصفتي كدفاع ديالها وكعضو. بالنسبه لنا حنا ما غاديش نبقاو واقفين، وغادي نكملوا في الاجراءات ديالنا. شكرا لك استاذ رشيد. غندوزوا عند مدام بقالي. مدام بقالي، شفنا مؤخرا الاستفزازات اللي خرج بها بوكريشه كيستفز الجمعيه على انها كيدخلوا سبوعه ويخرجوا ضبوعه ولغه ديال الزنقه، لغه زنقاويه كيخاطب بها الجمعيه ديريكت. ودابا غنسول الناس اللي متبعينه وغنهضر باللغه ديال اليوتيوب، اللغه ديال المتتبعين ديالهم، غير من تيشبه. انا جاوبت لمن تيشبه. لكم التعليقات. فتنشكرك استاذ عبد الكبير على هذا التواجد ديالك وعلى المواكبه ديالكم. جو بونس كو الاستاذ غني اللي غني عن التعريف، الاستاذ ديالنا والمستشار القانوني للجمعيه، فسلك بزاف ديال المسائل. ولكن انا جد فرحانه لان المحكمه ديال فاس استدعات هذه الاسره باكملها. استدعاوهم بيان سور، استدعاوهم بعد ما تفعلت الشكايه ديال الدار البيضاء. ومن هذا المنبر تنشكروا السيد الوكيل العام ديال الدار البيضاء اللي دائما فوق ما تنحطوا شي تقرير او شكايه كتفاعل في الحين. للاسف كنحطوها في مدن اخرى وتمخى كنتعذروا، ولكن لما كنحطوها في الدار البيضاء كتفعل وكيسمعونا في الدار البيضاء كتفعل في مدينه اخرى، والحمد لله. حنا شنو الهدف ديالنا كما قال الاستاذ، وشنو اللي حنا اللي كيهمنا في هذا الموضوع كامل؟ شنو هو؟ هذوك الاطفال. لما كتشوف اطفال اللي تيعرضوهم تيبيعوا، انا كيسمو كيبيعوا كي جاتك هاد الصوره ديال هذا البيبي عريان. اش كيبان لك؟ طفل. هذا اللي كيشبه لهذاك اللي مع السبع، كيشبه كيغسل طفل عريان كيصور. اش كيبان لك هنا؟ طفل عريان. هذا راه استاذ ديال المستقبل ان شاء الله. هذا الوليد غادي يكون طبيب مستقبلا، وغادي يكون محامي، او غادي يكون انجينيور. شوف اش خلى ليه باه، شوف المعيار اللي خلى ليه باه.
صور ديال الاطفال ما جبنا حتى حاجه من عندنا، هادشي كلشي حاطه في اليوتيوب، هادشي كلشي باع الحياه الشخصيه ديال الابناء الحميميه تيبيعوها. شوف الاطفال حقيقه ما وقع على لسان محمد امين، شوف التشهير ديال بولادهم، انت ما لقيتي ما تصور الحمام وجالس كتحك وكتغسل هاد المحنه كلها فيك، انت كتغسل الاولاد في الحمام وانت كتبيع وشوف شحال العدد ديال المشاهده في ساعه ما يزيد عن 40,000 شخص اللي هذه مساله اللي غريبه شيئا ما. فملي كنجيو نشوفوا العديد من الناس او من المغاربه ما قابلينش هذه التفاهه، ولكن الغريب في الامر ملي كندخلوا كنلقاو المشاهدات واخا فلكيه لان كيبيعوا الحياه ديالهم، كيبيعوا ولادهم، كيبيعوا الاسر ديالهم. ها انت اش من استغلال الى المساءله. هل يكفيكم هذا الكم من الادله؟ شكون هذا؟ الجاليه المغربيه، الجاليه المغربيه واخا هادو. نعطيك صور اخرى وهادشي كلشي موجود في اليوتيوب ما كيبوتش. الا ما حنيتوش على ولادكم نتوما فاحنا كنحنوا عليهم والقضاء غيحن عليهم، وحنا المجتمع المدني غنحميوهم منكم، لان كفى من استهتار وكفى من استغلال الاطفال، كفى ما تعريو الحياه ديال ولادكم وتشوهوا ولادكم. شوف هاد البنيته، شوف الاهمال، لا حول. شوف الاهمال ديال الام، ما عندهاش 10 ديال الوليدات، عندها غير بنيته واحده. شوف البريز ديال التليفون، البريز ودايره فمها وهي دايره اللايف، هذه بحال داك الشكل ديال هويا. شوف البنت ناعسه وغادي تجيف بالخيط. شوف الاهمال ديال الام، ناعسه باركه وام دايره اهمال، الام دايره اللايف. خلاص هاد الصور راك شتيهم، والعديد ديال الفيديوهات اللي شوهوا، الا قالوا كانوا تيسميوهم الاسره المشوهه، افكتيمون شوهوا وليداتهم وشوهوا مستقبلهم وشوهوا حالتهم. ولكن حنا ما نقدروش نسكتوا على هادشي اللي كاين. اطفال اللي كيتعنفوا، اطفال اللي كيعرضوهم للتنمر، فما نقدروش نسكتوا. هذا غير سؤال مدام بقالي، شنو علاش الشكايات كيتفعلوا في الدار البيضاء ما كيتفعلوش في مدن اخرى؟ واش الخليه ديال الدار البيضاء هي انشط خليه في المغرب؟ وانا بان ليا بحكم تجربتي ديال سنين عده، انا بان لي الدار البيضاء هي اللي كتخدم، وتنقولها الخليه ديال الدار البيضاء كتخدم ليل نهار. نعيطوا في التليفون يجاوبونا، السيد وكيل العام كيتفاعل مع الشكايات ديالنا والتقارير ديالنا، السيد وكيل الملك ديال المحكمه الجزريه كيتفاعل مع الشكايات ديالنا. وعلى سبيل المثال المشكل ديال الادام مع الام ديالو حطينا الشكايه هنايا، مع العلم ان كانت شكايه منزله في رئاسه النيابه العامه من طرف واحد جمعيه اخرى وما تفعلاتش. نفس المشكل ما تفعلاتش من رئاسه النيابه العامه وما تفعلاتش حتى حطينا حنا الشكايه عند السيد وكيل الملك بالدار البيضاء وتفعلت هذيك الاخرى. اذا ما فهمتش انا ما فهمتش اش كنديروا. حنا ما كنديروا غير الواجب ديالنا، كنقوموا بواحد الواجب اللي كيملي علينا الضمير ديالنا واللي كتملي علينا المسؤوليه ديالنا، ان وليدات كيتعنفوا خاصنا نبلغوا، وماشي غير حنا غنبلغوا، كلهم المغاربه من حقهم وواجبهم ان يبلغوا، ماشي تكون جمعيه. فكنبلغوا الحمد لله. عندنا قضاء اللي هو تيستجب لينا الحمد لله. كاين اسره القضاء، لان الا كانت هذه اسره مشوهه راه كاين اسره القضاء اللي كتحمي هاد الوليدات، فحنا كنحييو أسرة القضاء اللي كتفاعل مع الشكايات ديالنا والتقارير ديالنا. والحمد لله دائما النتيجه كتجي على يد المسؤولين اللي عندهم حرقه واللي عندهم واحد الحس اللي ديال الاب وام. ما يمكنش ام قاضيه غتسكت على ولد كيتمارس عليه واحد العنف، ولا اب كذلك اللي هو قاضي او وكيل الملك. فإلا ما حنش عليه هذا الاب على ولادو وعلى الزوجه ديالو وعلى الطليقه ديالو وعلى الاحفاد ديالو، شنو غنتظروا منه؟ ما كاينش اللي غيحن عليه. استاذ رشيد عندي واحد السؤال، هاد الناس اللي وصلوا للتجار بالابناء ديالهم، هذا التجار في البشر، فين كتوصل العقوبات ديالهم مع العلم انهم ولادهم؟ الاخ الكبير، احنا ملي كنا وضعنا الشكايه فعلا كنا افضنا
في بالضبط في هذه الامور القانونيه، وفصلنا في الفصول ديال موضوع الشكايه. الا اننا حنا بالنسبه لنا اللحظه الهم الاكبر ديالنا هو كنتسناو المؤسسه اللي غتستشعر الخطوره ديال هذه الشكايه او الوقائع ديال هذه الشكايه. بالنسبه لنا حنا كيف كنقولوا الهم الاكبر ولا هو المصير ديال هذيك الاعتداءات وهذوك الاستغلالات ديال هذوك الاطفال. واش ما غيتحملوش الفاعلين، ما غيتحملوش المسؤوليه ديالهم؟ لانه ملي كنقولوا بان كدير شكايه تقريبا المده ديال 10 شهور وانت كمشتكي ما كيتمش الاستماع لك، المشتكى به ما كيتمش الاستماع به، اذا بالنسبه لي كيبان لي هذاك راه كيولي كيجي عادي، وكيفهم هو بان كيقول لك راه المؤسسات راه كتحس بان هذا فعل عادي، راه ما فيش جريمه. اذا حنا علاش غادي نمشيو غنهضروا على العقوبه مادام هما هذاك الفعل كيحس به بانه راه كيدير واحد الفعل عادي؟ بحال انت خليتي تفاجئ بالعقوبه، بحال انت كتفقد الامل، كتولي باغي غير يسمعوا لك. ولكن لا، حنا راه ما غاديش نفقدوا الامل، لاننا عندنا الحمد لله قوانين المسطره الجنائيه اللي كتخول لينا باننا التظلمات لاعلى هيئات واعلى مؤسسات في البلاد، الا وهي رئاسه النيابه العامه اللي مشهود لها بانها كتفاعل مع كل تظلم. حنا بالنسبه لنا حنا غتكون هذه هي المرحله القادمه، لاننا حنا ما غاديش نقدروا كمجتمع مدني. غادي تشوف راه حنا مستشعرين هذه الخطوره ديال بان ديال بيبي ديال شهرين وطفل ديال 12 عام بانه كيتصور عريان وكيتلاح. وذكرتي علاش هاد المشاهدات الفلكيه. المشاهدات الفلكيه لان كاين هذاك الاستغلال، وما كتعنيش بان هاد المشاهدات الناس راه عجبهم هذاك الشيء، راه من خلال التعاليق راه كتشوف الناس خارج ارض الوطن داخل ارض الوطن، بمعنى بانه كيريكلاميو، راه الناس اللي دخلوا شافوا هذاك الشيء كيريكلاميو. سويسرا ما فعلا استاذ كما نكمل داك الشيء تيقول الاستاذ. كيف قال لك ان بيبي عنده شهرين كتغسل ليه والمناطق ديال التناسلي كيبان ديال البيبي ما كاينه حتى في شي دوله. كيف يعقل جده مختنين الوليدات، الجهات التناسليه ديال الوليدات مصورينه؟ واش كاين شي كتختن ولدها ولا جده كتختن ولدها وكتصور الجهات التناسليه ديالو؟ هذاك الوليد صورتيه عنده عامين 3 سنين، اليوم راه عنده 10 سنين، راه الصوره ديالو باقي كدور في اليوتيوب ما كيموتش. شنو هذا؟ اش كنسمي هذا دابا؟ اش كنسمي هذا عباد الله؟ واش هذا الشيء كترضوا به لولادكم ولا احفادكم؟ باش حنا نرضاو حنا كمجتمع مدني يبقى يروج لنا هذا الشيء في المنابر في السوشيال ميديا ولا في القنوات ديال هذا الويل هذا؟ واش عجبكم هذا الشيء؟ اسره باكملها، اب، زوجه، طليقه، حفيده، بنت، اطفال، اش حسن القصيره اللي باقا كلشي خدامين به، حمايته كلشي كتخدموا به. حتى البنت اللي هي تيستهموا حتى في الهضر المدرسي. الهضر المدرسي البنيته اللي كانت كتقرا وكانت مركز حمايه الطفوله ومشات الام ديالها خرجتها وحلات لها القناه، مع العلم ان الاب ديالها هو اللي كان دار القناه وخدا عليها واحد القدر كبير ديال الفلوس وشرى المحل الاول وشراو الثاني. يعني من هاد الناس تيديروا واحد الجهد كبير باش يدمروا الناشئه اللي جايه بمعنى الكلمه. دمروا البنت الاولى، دمروا الثانيه، دمروا الطفل، دمروا هذا. عاد اللي جاينا داك كما كنسموها الان بومب، قنبله موقوته اللي جايه في الاطفال الاخرين. اذا لما تحركناش فاش نتحركوا؟ الا ما تحركناش دابا راه حطينا الشكايه الاولى، حطينا التقرير الاول، التقرير الثاني، والسيد كيخرج وكيديك العضلات ديالو تيقول لك ايوا فين هاد الجمعيات؟ بغي بلا 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 الجمعيات ما كاينين ما والو. ايوا انا هو ملتفى، ايوا بما انك كتشهد انك ملتفى، فرحان انه ملتفى، فرحان انه شامبيون ديال التفاهه، فرحان انه اش نقول نسميوه سبع ديال التفاهه، سبع ديال التفاهه، واخا ديروا له خاطرو سبع ديال التفاهه. فايماجين واحد اللي تيقول لك انا هو ملتفى. اذا شنو اعتراف ضمني يعترف، راه كاين الفيديوهات راه منزلوا الفيديوهات كيعترفوا ان انا ملتفى. اذا انت ملتفى وانت كتستغل وليداتك، ايوا تحمل داكشي اللي جايك في الطريق وتحمل داكشي اللي تحط.
خلاص. بالنسبه لنا حنا للاسف هذه العباره اللي ذكرتي انا كنشوفها كنقراها بان تحدي للمؤسسات ماشي تحدي للجمعيه، لان الجمعيه بالنسبه لنا حنا عندنا ارقام ديال الشكايه، عندنا مراجع، حنا درنا اللازم بالنسبه لنا حنا. الجمعيه دارت اللي عليها. باش نتكلموا مباشره، بالنسبه لي هو ملي كيشوف يعني ما يقارب تقريبا 10 ديال الشهور دارت شكايه وكيعرف بان دارت شكايه وما تفاعلاتش ضده ما سامعوش ليه، كنشوف بانه من حقه بانه يستفز الجهات اللي كيقصد هو، كيحس بانه هذاك الفعل راه مباح، لان حنا شفنا بانه كان واحد التفاعل فوري من السيد الوكيل العام باستئنافيه الدار البيضاء مشكوره، وكنقولوا واللي بكل ما تحمل هذه الكلمه ديال الشكر من معنى، لان كيبين لك بانه استشعار هذيك الخطوره ديال الاطفال، وهذا ما كيخفاش على السيد الوكيل العام باستئنافيه الدار البيضاء، لان كتشوفوا من خلال تنظيم ندوات مسلسله يعني عاطي واحد الامر ماشي من فراغ، كاين التفاعل من فراغ، ولكن على واحد القناعه وتشبع حقوقي فيما يتعلق بهذه الامور اللي بكل ما كيخدش الطفوله، بكل ما كيمس الطفوله، يمس الاستغلال ديال الطفوله، يعني كيحاربوا بجميع الوسائل القانونيه، لذلك بانه كان هذاك التفاعل الايجابي اللي كان واجز. ولكن الملف ديالنا ملي انتقل لمدينه فاس بالنسبه لنا حنا هذا هو هذا الشيء راه مرتبط اللي غيخلي بان المعني بالامر المشتكى به اللي عارف بان كاينه شكايه وكيتحدى وكيقول لك انا مولا، بحال شي واحد كيخرج كيقول لك انا كاين انا فينا هو المخزن. مدام سميره، من نهار بدات هذه الحمله ديال الحرب على هذه القنوات ديال التفاهه، كيفاش كتشوفي اليوم الحال ديال القنوات؟ انا ما نكذبش عليك، انا جد مسروره لان جابت الاكل ديالها، حق الله يسقال، جابت الاكل ديالها بزاف اللي تراجعوا العديد ديال القنوات اللي تنقاو بزاف، حسنوا المحتوى، عرفوا ما لهم ما عليهم، عرفوا اش كينتظرهم، بالعكس تجاوبوا. هذا هو المبتغى ديالنا، هو ان يبقى اليوتيوب هاد الناس يبقاو هاد القنوات ديالهم، ولكن يعطيو محتوى زوين، محتوى نقي، محتوى اللي هو كيستوعبوا وحدين اخرين حتى اللي تبعوه الناس، واخا تكون قله قليله اللي كتبع، ولكن كتكون الدوام وكتكون واحد الفكره كتوصل زوينه، ماشي واحد كيعري ولادو، ماشي واحد كيدير فيلم مع مراتو ديال الطلاق، ماشي واحد ما فهمتش. انا ما فهمتش واش واحد غادي يدخل ولده، وكاين شي رجال كيدخلوا ولادهم للحمام يغسلوا، انا ما عمري شي راجل كيدخل ولده للحمام ويجلس يحك ليه. دير الام، هذا دور الام. المراه اللي كديرها كيكونوا صغارين، وإلا كانت المراه مسكينه حامله ولا شي ظروف ما الراجل كيديرها، ولكن حتى ديك العفه ما يصورهاش، حتى ديك العفه ديال الراجل مع ولادو كيكون الراجل ربينا هكا، حتى دابا بعض الرجال ما تيدخلوش مع ولادهم للحمام، تيعلموا يدخل للحمام بوحدو. الام كتعلم بنتها تدخل للحمام دوش بوحديتها، في الحمام ديال الدار ما تدخلش معاه، وهذا مدخل جوج دراري، والمراه شاده الكاميرا، ماشي حتى الام ديالهم زوجة الاب شاده الكاميرا وشادين تيغسلوا، والبنيته الصغيره يعني 3 الوليدات، والحمام مترع هو كيحك وتيفرك وتيغسل الماء، والوليد تيخبي هذا ديالو شنو هو، ولا الاخرى جده عاود اللي الوليدات مختنين ومهازين لهم محلين لهم رجليهم وتيصوروا الجهاز التناسلي ديال الوليدات، حشومه. هادشي راه عيب هذا. واش شنو هذا دار منكر؟ راه كينتظروا السيدات تجي من لحقاش حنا حطينا حتى لجده، راه كينتظروا تجي من العمره باش يكملوا مع المساطير، لان الاسره كامله هذا مشروع، هذا من خلال التعليمات ديال الدار البيضاء. دابا التقرير اللي حطينا تقرير فيه الاسره كامله، كاع الفيديوهات اللي توصلنا بهم فيهم اطفال كيتمارس عليهم هذا العنف حطيناه، حنا ما جبنا حتى حاجه من عندنا، الفيديو توصلنا. باش نزيد اكثر من هذا، راه شكون زيديني من البيت شعرا، نزيدك من البيت شعرا. الى السيد وكيل العام لدى المحكمه الاستئنافيه من افراد الجاليه المغربيه بسويسرا، حتى هما كانوا حطوا واحد الشيء. لغ الجاليه المغربيه بسويسرا، الجاليه المغربيه بكندا، راه ما كاينش شي واحد ما ضروش هذا الفعل الجرمي اللي دار في حق هاد الوليدات.
راه ماشي الناس كيقولوا هاد العائله مشوهه، راه ماشي مشوهه باسكو درتي ماكله انت ولادك ولا انت مراتك وخرجتي انت وياها وتخاصمتوا عاودتوا مشكلكم، راه هنا شهرتي وبعتي الحياه الخاصه ديال اطفالك. راني فريد هضرتي على راسك انت، ولكن راه اطفال. واش ما كي راه هاد الولاد فاش كنمشيو واش ما كيوعاوش بالخطوره ديال هذه المساله؟ دابا هاد البنيته اللي هي دابا حاليا جو بونس عندها 17 سنه، هاد البنت علاش هاد البنت ما كملتش المدرسه ديالها؟ لان كيتنمروا عليها في المدرسه ديالها. المساله اللي مستوعبينش هاد الوالدين ان هذيك البنت لما مشات للمدرسه واش غتعيش حياتها طبيعيه؟ امبوسيبل، من المستحيل. راه غادي تعايرها امها، يعايروها باها، يعايروها بختها. اذا اش غدير هاد البنت؟ خاصها تجلس في الدار، خاصها دير تيقانه، حتى هي بغات تخدم على راسها. تيقول لها با خدمي على راسك، سوا كيشجعها باش تخدم على راسها، ماشي تقري على راسك باش ديري مستقبلك، لا خدمي على راسك. مرت الاب خدمي على راسك، اجي نخدموا نديروا مشروع. واش بنت عندها 16 سنه وكتقول لها خدمي على راسك باش نديروا الدار؟ 16 سنه اش غتخدم باليوتيوب؟ اش غدير باليوتيوب بنت؟ اليوم بينات بيت النعاس، غدا بينات البلاكار، المشاهده غتقل. اش غدير من بعد باش تطلع المشاهده؟ ولا بنتها خاصها دير شي حاجه اللي ما هياش، راه دير شي حاجه ما هياش، لان كتشوف هما كيمشيو على عدد المشاهده وعلى حساب الادسنس. دخلت 16000 درهم، لا ما كافياني، خصني ندير شي حاجه اخرى اكثر من هذه. كيقلبوا اش يديروا؟ كيقلبوا الشوهه. علاش سموه؟ انا كنشكر هاد الناس اللي سموه الاسره المشوهه، ومع ذلك هاد المعيار اللي عطاوهم ما حشموش عليها، عجباتهم بداو زايدين عليها، لان هذا هو القصد ديالهم، انه يتشوهوا باش يدخلوا الفلوس، ما عندهم غرض. فاحنا ما لا حول ولا قوه الا بالله. وحنا فين ما يبان شي فيديو، وحنا راه ماشي غير هاد الفيديو، راه ديال الفيديوهات كنقولوا ونعاودها، راه فيديوهات جايين وكاين ملف اخر اللي كنتظروا غير رمضان ان شاء الله وغادي يتحط، لان ديجا راه كاين عند وكيل الملك وحنا غادي نتبعوه ان شاء الله، حنا ما كنتراجعوش. شكرا مدام بقالي، شكرا استاذ رشيد. شي اضافه؟ بالنسبه لي اضافه، تكلمت اخر موضوع مدام سميره بقالي على الشوهه. حنا بالنسبه لنا شي انسان يشوه ولا داك الشيء هو ماشي مجال اختصاص ديال الجمعيه، بقدر ما هو اللي كيف كنقولوا اللي كيتوشيك هو ملي كتدخل الاطفال لهذا الموضوع. غير باش نوضحوا، راه هذاك كيف كنقولوا هذيك الاستفزازات ديالهم هذيك امر كتخصهم، وكاين مؤسسات فوالا، كاين مؤسسات اللي مسؤوله على التصدي على كل ما بانه كيفوت السطر. ولكن بالنسبه لنا حنا راه كندقوا ناقوس الخطر على استغلال ديال الاطفال، استغلال ديال الصور ديالهم. هذوك الصور ما غاديش تمسحوا، هذاك الطفل غادي يكبر، راك انت مسؤول عليه كولايه من الناحيه ديال الابويه كاب، ولكن في امور اخرى اللي خاصه راه ماشي انت اللي مسؤول عليه. راه بالنسبه كيكون هذوك كنهضروا على الاطفال القاصرين، هذوك وليدات ديال الدوله، من حق المجتمع المدني كينبه المؤسسات لهذه الخطوره. علاش؟ لان الدوله من اجل الحفاظ على الحقوق ديال هذوك الاطفال. وبالعكس ما بقيناش غير في الحقوق، راه العالم كامل مشى حتى في الرفاهيه ديال الاطفال، يعني الحقوق والرفاهيه. حنا دابا باقيين عندنا مشكل غير في الجانب الاول ديال الحقوق، وكاين مؤسسات اللي كتحرك باموال، اللي كتحرك بوقت، كتحرك بطاقات بشريه، كفاءات، ولكن باش نحققوا النتيجه. اما الا كنا يعني حنا كجمعيه مجتمع مدني كتسنى بانه جمعيات خارج ارض الوطن كيدقوا ناقوس الخطر، كيحطوا حتى هما شكايات، ضموا الشكايات ديالنا. كذلك شرنا اليوم بان كاين شكايات، ولكن ملي كتبقى تسنى ما يقارب بالنسبه للجمعيه اللي كنهضروا عليها ديال سويسرا راه ما يقارب سنه ما لقاوش تفاعل. باش نكونوا صريحين ما لقاوش تفاعل. بالنسبه لنا حنا يعني نتكلم على مدينه الدار البيضاء، يعني كانت جد ايجابيه، لاننا شفنا الردع العام والردع الخاص، وتحيه احترام وتقدير للسيد الوكيل العام بمدينه الخاليه ومحكمه الاستئناف ووكيل الملك بالمحكمه الزجريه بالدار البيضاء. شكرا استاذ رشيد، شكرا مدام سميره. اختصارا للموضوع لا نعود بطبيعة الحال، اختصارا للموضوع، فالعديد من المغاربة كيتسائلوا في لي كومونتير على مآل الشكايات اللي داروا ببكريشة والعائلة ديالو، خاصة من بعد الخروج
ديالو في واحد الفيديو كيستفز فيه الجمعيه وجهات هو اللي عارف شكون كيستفز. فاليوم الاستاذ رشيد مدام سميره يؤكدون ان لاطاش الخدمه ديالهم دارت على اكمل وجه، وكيتسناو التفاعل ديال النيابه العامه بمدينه فاس، وكذلك كيأكدوا على انهم غادي يبداو يتحركوا من اجل انهم يحركوا المياه الراكده في هذا الموضوع. لا هواده لا هواده ولا تراجع باذن الله. فاعزائي المشاهدين، الجمعيه مفتاح وحلول اللي كيحركها في هذا الشيء كامل هو الاطفال اللي كتشوف فيهم انهم كيضيعوا في هذه الاسره واحد بواحد. فالاطفال ولاو عند هاد الوالدين مشروع ديال يوتيوبرز مستقبلي كيلقنوه الدروس من نعومه الاظافر ديالو، وهذا الشيء اللي كتحرموا جميع الاتفاقيات الدوليه والقوانين الدوليه كذلك القوانين المغربيه. وهذا الشيء فيه ردع اللي صارم واللي ما كيعرفوش هاد الوالدين، وهو ان الردع غادي يكون كيضر